السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير على خير. نلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي. المهم البنات اليوم ما عرفت كيفاش غادي نقول لكم. المهم صوتي غادي تعرفوا. درت واحد الفرحه بغيت نشاركها معكم. يلا يا ربي تحقق الحلم كل واحده فينا بداكشي اللي كتبغي. المهم فريمون اليوم والله الا واحد الفرحه ما نقدرش نقول لكم. غادي نشارك معكم شنو وصلني من المغرب، وهادي 4 شهور وانا كنتسناه وكنضرب تماره فيه وكنقول دابا يوصل دابا يوصل دابا يوصل. والله بحال شي حاجه اللي ما تيقوهاش ما تيقوهاش. 4 شهور ديال الانتظار، ولكن الحمد لله ما مشاتش هباء هكاك. المهم التعب ديالي والفرحه ديالي ان شاء الله تكمل. واخا الحمد لله ما غاديش نقول لكم واخا واحد الحاجه ما وصلاتش نساوها الناس ديال الترونسبور، بصح الحمد لله ماشي مشكل. نفرح بهذا الشيء اللي وصل لي بخير وعلى خير بعدا. وعاد ديك الساعه ان شاء الله ديك الشيء اللي ما وصلش يوصل على خاطر ان شاء الله يا ربي. المهم هذا الشيء اللي كان الغزالات. المهم قلت نشارك، ما يمكنش هذا الفيديو ديال هذا النهار شي حاجه اللي خطيره خطيره خطيره. قلت نشارك معكم كلشي بالتفصيل، وانا عاد كنحل ولومبالاج ديال كل حاجه وديك الشيء. وان شاء الله ملي غادي نصاوب الصالون ديالي وغادي نستفو غادي نشاركو معكم. كي كتشوف كلشي مرول، كلشي محطوط، كلشي هزاه. المهم غادي نشارك معكم حاجه بحاجه. وهنا لقيتوني يلاه كنحل هذا الكوان البنات. هذا درت الفريمينجون. المهم يلاه مازال كلشي في لومبالاج عاد غادي نحلو. وهنا يا اختي الزربيه ديال الصالون. هنايا البونجا. المهم كي كتشوفوا لا الصراحه لومبالاج ديكشي غزال، ميكا غليظه. خصني عاد نحلها ونشوف شنو كاين داخل. وهنايا الاختي الطبيلات ولا صندريات، طبيلات صغار المهم الكبيره واللي كتجي تحت منها. وهي اختي واحد الكريسي. وهنايا المهم الخشب. هذا واحد الكوان. المهم هذاك ديال الريدو. المهم هنا حطيت الفريميجه ديك القنت. هنايا اختي غادي نحل معكم الطلامط. المهم الطلامط هنايا كاينين وصافي. هادشي اللي كان المهم غادي نشارك معكم كل حاجه بوحدها ان شاء الله. المهم خروينه بصح معليش اختي معليش فرحانه بها. خروينه عجباني اختي الروينه بحال هكا. المهم البنات والله الا شفتو غير بنادم يصبر وكل شيء ربي كيسر فيه وكلشي كتوصلوا له ان شاء الله. ملي غادي نصاوب الصالون ديالي وندير لكم فيه شي جوله اختي وتفرحوا معايا ان شاء الله يا رب. تقولوا يوصل شي حاجه مكرفسه ولا والله. شوف الميكا هذه راه هذاك الغليظه البنات، وعاد ميكا وحده خرجتها وعاد غادي نوصل للسلوفان. المهم الغزالات انا الصالون ديالي البونج والطلامط درتهم في كازا في الدار البيضاء عند واحد السيد الصديق ديال الاخ ديالي. هو اللي تكلف لي صراحه لا بالثوب لا بالخياطه لا بالبونج لا بكلشي. وكي كتشوفوا هنا البنات البونج راه 33 شي حاجه ممتازه بزاف. عرفتوا البنات البونج راه ما خليت فين قلبت عليه. كي كتشوفوا هنا 20 عام ديال الغارانتيه. البونج اللي كنت شي حاجه اللي كنت بحال نقول لكم الخشب والبونج هو الحاجه اللي سفريت عليها كما تنقولوا. يعني ما كنتش باغيه غير حاجه عاديه، كنقول هما اللي ماشي كل مره غادي تبدليهم. اما الطلامط ولا المخاد ولا داكشي كيبقى كل مره كتبدلهم. وكي شفتوا هنا البنات بالنسبه للطلامط دار لي صراحه شي حاجه اللي زوينه بالسلسله كيجيو ساهلين. ما كتنوضيش كل نهار تجبدي وتهادي كيبقاو بحال الفوتو مجبدين راسهم بيديهم. وهذا الشيء اللي كان الغزالات. وكي قلت لكم والله البنات الا كلشي تكلف به. في الاول غادي نشكر الاخ ديالي على كلشي مسكين والله ما نويتو الصراحه الله. انا درتها غير ضحك معاه. ساعه ربي يكمل وسهل في كل شيء. وربي ملي كيكتب شي حاجه البنات راها كتكتب. المهم غادي نكمل معكم هاد الشيء وغنشارك معكم الصالون قبل. والبنات اللي مهتمين وبغاو يشوفوا الصالون كيفاش كان عندي راني حاطه لكم فيديو غادي نخلي لكم في الاي. وهنا اول حاجه ركبتها وهي هاد الخشبه هذه ديال الريدو. مع ان قلت لكم البنات راه الريدو ما كاملش عندي في الترونسبور نساولي الريدو اللي كيجي من التحت. وهنا الغزالات من بعد ما صاوبت يعني الكراسه ديالي هكا حطيتهم في الارض. الكراسه القدام يعني عطيتهم. وهنايا اول حاجه لصقت هاد السينتا هادي ديال هاد المليحفات هادو الصغار باش غادي نصاوبهم. وعاد غادي نحط البونجات عليهم كما غادي تشاهدوا معايا هنايا يعني حاجه بحاجه. المهم كي كتشوفوا البنات انا درت هاد اللوين هذا هو اللي درت في الاخر لحقاش فيه اللو... في وسط هاد المبره المطروزه كاين هذاك اللون.
وبالنسبه للكوان او للفرماجه درتها بلوين اخر. وبالنسبه للبديه ديال الصالون ولا في التالي ديال الصالون، المهم كانوا واحد الحويجات اللي باش تعطلت عليكم بزاف البنات في الصالون. ما جاونيش الصراحه. العبار ديال السداري جاني شويه زايد، عاد جبت النجار ونقص لي منه. وهذاك الشيء وكنت كنتسنى كما قلت لكم. اصلا الريدو حتى هو ما كتبش. المهم قلت نشاركو معكم وغادي تشوفوا معايا الشكل وهنا النهائي. الغزالات ديالي، واخيرا غندير لكم جوله في الصالون اللي الصراحه تعطلت عليكم بزاف، ولكن للظروف اللي قلت لكم كانت ناقصاني واحد الدزاجه ديال السداري والريدو. ولكن في التالي غادي نصور لكم بلاش قلت تعطلت بزاف. البنات اللي متبعين الانستغرام ديما كيقولوا لي اسماء شاركي معنا الصالون نشوفوا حتى حنا ناخذوا افكار. واليوم البنات قررت نشارك معكم الصالون. طلع والله البنات شي حاجه ما كنتش متصوراها، يعني اللي اش غادي نقول لكم، اللي تسنى واللي تمنى ربي كلشي كيحقق له، كلشي كتوصلوا له. حتى انا واحد الوقت كنت ما زعما ما دايره حتى الفكره اني غندير صالون، ولكن الحمد لله منين ربي سهل وكتاب هاني درت صالون. وغادي نشاركوا معكم بالتفصيل وتشوفوا اللمسات التاليه البنات راه هي اللي كتطلع شي حاجه واعره. المهم خليكم معايا. في الاول لبست الجليلبه ديالي، بما ان الصالون فيه الزريرق قلت لبست انا الجليلبه ديالي. هاد الجليلبه هادي راني كنت شاركتها معكم البنات، كنت خديتها على واحد المحل في مدينه صفرو بما انها مدينتي. وهذا الشيء اللي كان. وغادي نقلب لكم الكاميرا. التلفازه كانت عندي في الطبله لتحت، علقتها الفوق، ومازال هنا عندي كنتسنى الطبيله ديال سالامونجي ان شاء الله والكريسات ديالها يوصلوني. عندي هنايا الريدو كيف كتشوفوا راه كبير، فيه 3 متر وشي حاجه. والمهم وهذه هي الدخيله الصالون. غنبدا لكم بالسداري، ما بغيتش نخليها سامبل وتجيني هكا زعما عاديه. قلت بما ان هنا غادي تجي الزاجه وهذا غادي يجي باين، درت هاد الخديمه هذه في التلميطه. وهنا في الديبار البنات يلاه درت هاد السميطه هادي في اللوينات اللي هكا فيهم بزاف ديال اللوينات اللي جات فيهم واحد اللمعه ديال السقلي. شوفوا البنات السقلي يعني هكا سقلي فيها هاد اللوينات هادو. والله البنات راه في الواقع افضل. ودرت هاد المليحفه. والمهم هذا هو الخشب اللي انا خدمت به هكا. وهنايا حاولت نركز لها على الخديه الكبيره اللي هي في الباج وجات هكا. المهم الاخرى ديالها. وهنا وقفت معاها هاد المخيط ده. بالنسبه لهاد اللون هذا كي قلت لكم راني كنت متردده ودرتو صراحه ما ندمتش عليه. نفس هكا الديلافي ديال هاد اللوين هذا نفس اللون. اوكي كتشوفوا جات الخدمه واعره عجباتني الصراحه. شي حاجه اللي كانت زعما في المستوى. وهذا الشيء البنات والله الخياطه راه الخياط هو اللي بدع فيها. دار لي هنا هذا الكوردون هذا بالسقلي الحره البنات كي كتشوفوا. وكي قلت لكم راه الخديه الفصل الاخر فيها غير اللوين واحد اخر، ومن هنا اللي فيها اللوينات كاملين. وبالنسبه هنا البنات الفرماجه اللي بغيت نوريها لكم، الفرماجه اختاريت اللون واحد اخر وتويب اخر. درت هذا البروكار هذا البنات اللي جا واعر كي كتشوفوا الكليصه مبدله وعطات اللوين. وهرستها بهذا الموطارد هذا. هذا اللوين اللي درت في المليحفات لتحت وجات الكليصه يا البنات والله واعره شي حاجه ديالها. وهنايا في الجنيبات درت هاد المخيدات هادو اللي فيهم نص سامبل وفيهم هاد السينته هادي بالسقلي الحره البنات وهاد اللوينات هادو باش هرست ديك الكليصه وجات الكليصه مختلفه. وبالنسبه للكوان البنات انا درت هاد الكوان هذا لحقاش كنستغلوه الصراحه. وراه مازال خاوي، المهم مازال ما دايره فيه والو. وقولوا لي الراي ديالكم هنا شنو يجيني ديكوراسيون. مازال ما درت والو وصافي. وهكا المهم انا غنبعد لكم باش تبان لكم الكليصه جات واعره شي حاجه اللي مبدله وفي نفس الوقت جات فنيونه. المهم وهذا الباقي الصالون هاد السداري هذا حتى هو راه هذا البنات عندي فيه 3 متر و90 3 متر و90 شي حاجه اللي كان زعما اكبر بليصه اللي درت. ما بغيتش نهرس البونجا كيفاش غادي نبعد. شوفوا درتها بونجا وحده طويله فيها 3 ديال البونجات ديال المخدات عفوا هكا كبار ديال 90 وفيها وحده نيت مبدله في اللوين. وهنا درت نفس الدخيله ديال الباب اللي وريتكم ديال الصالون نفس الزواقه نفس الهبيطه جات هكا. نوري لكم غير باش تاخذوا فكره البنات. المهم راه جات فنيونه الكليصه كي كتشوفوا. شوف وتا هي درت هاد المخيط ده هنايا باش عطاتها اللوين وصافي.
وهنا البنات بالنسبه لهاد المرايات راه خديتهم من كاسا، كل وحده والثمن ديالها، وكان محمقني البنات. كنت شفتهم في الصالون ديال فدوى شانيل. كنظن كلشي كيعرفها. من اليوتيوبرزات اللي كنحماق نتفرج لها وكيعجبني الذوق ديالها. وملي كنت شفتها راه يمكن عام ونص ولا عامين باش دارتهم في الصالون ديالها، وانا تنقول ان شاء الله الا ربي رزقني ودرت شي صالون غادي ندير هذاك الديكور د المرايات. على داك الشيء اختاريت هكا ودرتهم بنفس الشكل اللي هي دايراهم. ودرت هنايا الطبيلات، الطبيله الكبيره وطبيله صغيره. بالنسبة للبنات اللي غادي يسولوا على العبار، راه الأولى فيها 70 سنتيم والثانية 60 سنتيم بالنسبة للطبيلات. وجاو والله البنات يعني شي حاجة اللي واعرة. بالنسبة للبنات الخشب أنا قلت لكم راه خدمته ب55 أورو المترو. وبالنسبة للطلام السامبل 140 درهم على ما أظن، والمطروز 270 درهم. كنظن يا ربي نكون هذاك هو الثمن اللي قال لي الخياط. وبالنسبه لاحسن وافضل حاجه عندي في الصالون هي هذا الكريسي هذا. حتى هو كنت شفتو عند واحد اليوتيوبر في هذا اللون في هذا الشكل، ومن تما وانا كنقول ان شاء الله غادي ندير بحالو الا كتاب، وربي ما خيبنيش. كي كتشوفوا ندور رجيلات في الذهبي ديال اينوكس واعرين البنات، خديمه فيه متقونه متيوله. يعني صراحه شي حاجه اللي زوينه. الجليسه فيه مريحه. ان شاء الله مازال بزاف لي فيديوز ان شاء الله الجايين غادي نشارك معكم فيه الجليسه، تقدروا تضيفوا عليه بزاف ديال الاضافات. المهم انا هنايا خليت الصالون عادي طبيعي، مازال ما درت له حتى شي اكسسوارات، مازال صراحه ما خديتش بزاف د الحويجات. وهنا البنات التريه حتى هي خديتها من المغرب، شراها الاخ ديالي من كانت عنده في الصالون وكانت عجباني، وخديت بحالها غير كاينين فيها ديال 4 البولات وكاين ديال 5 وكاين ديال 6 الكبيره. انا المهم على حساب العبارة الصالون ديالي خديت ديال 5 ديال البولات. والصراحه جات راقيه، زوينه الصراحه عجبتني. المهم البنات خليوا لي الاراء ديالكم كي جاكم الصالون، والتعاليق ديالكم كتهمني بزاف البنات. واي استفسار او شي حاجه بغيتو تسولوا عليها خليوها لي في التعاليق وغادي نجاوبكم اكيد البنات. وبكل غنجاوبكم البنات بكل حب وبكل ثقه. ونسيت ما هضرت لكمش على الزربيه. بالنسبه للزربيه البنات شراتها لي بنت عمي والصديقه ديالي من مكناس. عرفتوا البنات شحال قلبت عليها في فاس في كازا ما لقيتهاش. كنت واصلت مع واحد لاباج في اليوتيوب في كازا نيت وما جاوبونيش، وعرفتوا قلبت عليها. والصديقه ديالي كما قلت لكم وبنت عمي وزيزه عليا، هي مسكينه شراتها لي من مكناس وصيفطتها لي لدارنا وعاد صيفطوها لي هنا البنات. بغيت نشكر كاع اللي ساهم في هاد الصالون باش كمل وباش جاب داكشي اللي بغيتي، لينا ماشي سهله تكوني ما حاضراش في المدينه اللي انت فيها ويجيبوا لك الصالون يعني بداكشي اللي انت باغياه وبشهوتك. وهنا البنات طولت عليكم. اخر حاجه غادي نقولها لكم، كاين اللي غادي يجي الصالون عادي بسيط وكاين اللي غادي يجي شي حاجه كبيره ولا. المهم كل واحد الله يرزقه البنات بداكشي اللي كيتمنى وباللي باغي، وكل واحد الله يحقق له الاحلام. وغادي نقول لكم السلام عليكم